حيرونا معاهم مرة طاقة التفكير وقانون الجذب، ومرة يقول لك ما تفكرش في الشخص علشان يرجع، احنا نتصرف ازاي؟ انا حبيت السؤال ده علشان هو منطقي، وانا اعشق كل ما هو منطقي. اعمل لايك ويلا بينا نبدأ. الموضوع ببساطة ان الاتنين، التخاطر والتخلي وفك التعلق، الاتنين بيكملوا بعض. ناس كتير جدا بتسألني بتقول لي انت ازاي يا ابراهيم بتقول ان احنا لما نعمل تخاطر لشخص ونفكر فيه هيرجع، ولو فكينا التعلق في الشخص ده وما فكرناش فيه هيرجع؟ ايه ده بالظبط؟ احب اشرح لكم. التخاطر زي ما انا عملت في اللايف اللي فات هو ان احنا بنبعت فريكوانسيز او ترددات ذهنيه ذات ذبذبات معينه بحيث ان هي توصل للشخص ده، بس بيكون ايه، فتره مؤقته لا تتعدى ال 20 دقيقه. بعد كده بنرجع نفك التعلق ونبقى احنا في نفس الليفل اللي احنا وصلنا له. يعني انا دلوقتي كاني بقى ببعت ايه، بوش، دفعه نفسيه مليانه مشاعر قويه جدا، يمكن اكتر من المشاعر اللي انا ممكن احس بيها في اليوم الطبيعي بتاعي عادي، بس بهدف ان هي توصل للشخص ده وتاثر عليه. لكن انا في حياتي انا فاكك التعلق، انا في حياتي انا بشغل نفسي بالحاجات اللي حواليا وبعرف ابرمج عقلي الباطن، فده اللي هيخلي بالنسبه لعقلي الباطن الميكانيزم بتاعي ان هو يفك ارتباطي الذهني والعاطفي والنفسي للشخص ده. فبالتالي الفريكوانسيز اللي كانت بتوصل له من الاحتياج الشديد جدا، وطبعا الاحتياج زي ما انتم عارفين بينفر الشيء مننا، فانا لما بحتاج قوي 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 الشيء بينفر مني، هيبعد عني، مش هيقرب، هيقول لي انت زنان، هيقول ان انت خنيق. تمام؟ حتى لو مش بتكلم معاه، الطاقه نفسها هي اللي بتحرك مشاعره. فبالتالي انا لما افك التعلق وبطل ابعت الطاقه بتاعت الاحتياج دي وتبقى طاقتي كلها تخلي واستغناء، طبعا مع الوقت ده بيضمن لي بشكل كبير جدا انه حتى اذا ما رجعش هيفضل طول الوقت نفسه ان هو يرجع. فاختصارا لكل الليله دي، كل الحاجات دي بتكمل لبعض. قانون الاستحقاق بيقول لك ان انت علشان لو الشخص ده مقدر ليك ان هو يرجع لك تاني، فانت لازم تكون افضل من نفسك امبارح، تشوف ايه الغلطات اللي انت كنت واقع فيها، تشوف ايه الضعف اللي انت كنت حاسس بيه، وتعاهد نفسك انك مش هتسمح ان هو يتكرر تاني. دي حاجه بتقوي الثقه بالنفس عندك، وبتزود من الطاقات، وبتزود من ال 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 استحضار المشاعر اللي تخليك انت ماشي في حياتك وحابب الحياه وحابب الدنيا كلها، ومعتبر كل حاجه فاتت هي من الماضي. ده اللي بجد ينطبق عليه البراعه والذكاء العاطفي اللي يضمن لك انك تمشي حياتك مبسوط. نيجي على التخاطر، هو فتره مؤقته بنعمل بوش نفسي للشخص ده، بنشوف الاشارات اللي هتجيلنا، بعد كده شكرا مع السلامه انا مكمل حياتي. فبالتالي الاثنين بيؤدوا الى نفس